وعلى رسول الله. إخوة الأفاضل، في درس اليوم الدرس السادس من السيرة النبوية نتكلم حول مرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان عمره 35 سنة، وحصل الشيء في مكة، والرسول كان أحد أفراد هذا المجتمع وله مشاركة قوية في هذا الأمر، وهو نقول بناء الكعبة. ماذا حصل سنتكلم عليه حتى نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مكانة بين القريش قبل الرسالة كذلك. جماعته جاء إيرو درس أخيا إيرو من بحثة شبكن بحثة پیغمبر صلى الله عليه وسلم عمري هاد دارو دورة 35 عمري تقريبا بو 35 حفظات شي مقوه زوجي وزاروك ماروكي چيبون عمري بو 35 لما كده تشتكي چيبو كعبة خرابو كعبه تادی بینایی که حضرت ابراهیم چه کرد بو ایجا زمان کته که در باس بو باران دهات آب دهات وردا ودا حتی جاند شوتی جی شوتاندن او چه بو جبر دا قریشیا پردکی داوتن سر کعبه پردکی ایجا کبند بود کتن سر هب مومکا بید خستن جارنا ایجا جمعکی جارنا آگرد کته که حتی جارکی وصا آگرد کبه که شوته اینه که حتی طافین زرار دادینه داوی باران کی بسر داته اوه مایجا تمام که كعبه يا قريشي بجن امبيه آوابك ام خوازن ام چيكن كيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي وقتانه دا او شكريه تشتكي قال لك مهم پیغمبر كربه من بحثه يمكن طبعا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبه كما تعلمون بنايه عملها او عمرها سيدنا ابراهيم عليه السلام، ولكن مع فتره من الزمن حصل ضعف في الجدران، حصل حريقه عليه حريق، وبعد ذلك فيضانات. أحيانا كان المطر ينزل بقوة فحصل فيضان بعد الحريق فهدم جزءا من جدار الكعبة، فأراد قريش أن يعمروها مرة أخرى. طبعا أولا من أجل أن يعمروا لابد من هدم الجدران بالأساس ويبدأ من تحت مرة أخرى. أنت لا تستطيع أن تعمر فوق جدار منخرب أو خربان، لابد من الأساس. فحصل لديهم نوع من التردد، هل نهدم الجدران الباقي حتى نكمل أو نبني من جديد؟ حصل لديهم تردد كثير، ولكن في الأخير أحدهم قال: أيها الناس، نيتنا خالصة لوجه الله، نحن لا نريد إهانة الكعبة بل نريد احترامها، فأنا سأبدأ به. وقال: اللهم نحن نريد إعمار بيتك لا نريد الإهانة. فأخذ المعول وبدأ بهدم الجدار، ومضى عليه ليل. القريش قالوا ننتظر إلى الغد هل يصيبه مكروه أم لا. في اليوم القادم رأوا بأنه لم يصيبه شيء، وأتى بدأ مرة أخرى بهدم الجدار. فحينئذ القريش تأكدوا بأن نيتهم خالصة، الله عز وجل غير غضبان على عملهم أي راضي عن هذا العمل، فبدأوا بعمارة الكعبة. برايد عزيز، اصل بیاک مگویا دوار خراب بو قریشیا خواست خراب کن جنود آباب کن تدین کی دوار خراب بون ولكن تفخرا نبون فقط تشتكي ترسيان يا دقو بابو كلمه دوار قد خرانه كده دوار كعبه هي کی خرابو ده جبونه امشيكن لازم ام قش خراكن ترسيان قو دوار ماي ام خراكن لا خدي عاجز ببه تردد وان قال لك جيبو هيك وانا اختيارها ابو بحيره والله نيته ما خراب نينه نيتها ما حرمتها كعبه دقرنا ام جنود آبادكن حتى قو يا ربي والله نيتها ما اشترى دياره ام دخوازن فيها بشكل كي باك آبادكن نيتها ما خرابيننا جبريو يجي قرأ دواري ما يجي ام خراك جبونه تمام ببه و ام بيجن حسني خو قرت بيرا خود بيجن بيرياجي تافر قازمان بيتن شو ده سبيكر حتى روج عوجي قو ازهارم بكم اگر خدي عاجز ببرا خدي المبتنى خلوه نخي يعني او روجي خرا كر هناكي او شفجكات خو سر اسبجار قادي شو دوام كر ملت تماشا كتشكي بنبيه قد مكي خدای عاجز نبيه تترسيان يعني تترسيان كو بادبي كي بكن خدای عز وجل كبر بسروان دبارينه او دس بكرن كعبه خرا كرن حتى كو جبون بشكل كي جوان ابابكن. طبعا هؤلاء بداوا بهدم الجدار الى ان وصلوا الى بعض الاحجار، تيقنوا بأن هذه الأحجار كانت موجودة من أحجار سيدنا إبراهيم رضي الله أو عليه الصلاة والسلام، هم الذين وضعوا هذه الأحجار، كان عليه علامات وإشارات حتى يكون مثل الأمور تاريخية. فتوقفوا هناك وبدأوا بإعمار الجدار، وزعوا الجدران بينهم، أنت هذا القسم وأنا هذا القسم وهذا الناحية الثانية،
ولكن ما في الأمر القريش رأوا بأن إمكاناتهم ضعيفة، لم يستطيعوا أن يقوموا بجميع الجدران. كما تعلمون هناك حجرة في جنب الكعبة، هذا كذلك جزء من الكعبة، فقريش لم يكن لديهم إمكانات كافية. قالوا نعم نرفع هذا متر وشوية والباقي نكملها، ولكن هذا نخليه هكذا منخفض حتى الناس يعلموا بأن هذا جزء من الكعبة، نتركه هكذا. لذلك حين طواف نحن نطوف في الخارج لا نطوف في الداخل حتى يعتبر طوافنا كاملا. يعني السبب هو ضعفهم أو قلة المال لديهم، لم يستطيعوا أن يقيموا الجدران جميعا، نصفه رفع والباقي تركوه هكذا منخفض متر وشوية يعني تقريبا. هذا من أحد الأسباب، قلة المال لم يستطيعوا أن يرفعوا جميع الجدران. كعبه دما دست بكرن هدي گیشتن خرا کرن کتابو هات بدن کولان کبرا درخستن گیشتن اساس تمل کردی بن تمل اساس وقت حضرت ابراهیم هنك كبر دركاتن سري اشارات هبون قوافيه كبر وقتويه يعني demek يوان تدي بري دولات تشتا تشكر يا جين كي انسان كبرات كولان اشارات رسمه سري تشكرن هنك رسم واشارات ديتن قولا وانا اي وقتوينا يعني ويدي نچون قو تمام حتى برا بسايدي انوان اساسا رانك لسري اجى ابا كرن طبعا قريشي برن هر يكي قو فيديوارش ترى في فيديوارش مرا لتشتكي چيبو بريوان هندك دركت بريوان هندك بو كعبه لغور دوارك حضرت ابراهيم چكريا تدي انا بيجن حجره اسماعيل نبي وصاد ملات بيجه حتى لويبو ولكن بريوان هندك دركت نكربون حتى لويارن و مبيا متروني تشكي بلن بكن برا هر کس زانه بيجي پرچکش كعبه وكيدي ام يدنه تام بلن بكن يعني اوجي پرچك يجي له بريوان نما او قصه تمام نكرن بريوان كيم دركتن ابو برخ اوجي ده اصل خدا پرچکش بنايك حضرت ابراهيم چكري او قصه مازن بو بريوان كيم بو جوي چه نكرن گبرابيان كي بلن ببه ورفعم كرن و برازان مش كعبه ليه والله بريمتنا من كان قبلن كان بيا بتاني بلن و داويه پیغمبر دست خنا دای کی گبرا نبل لیستک کی هات و از اخراکم خاشک چکم اوجا قیمت الكعبه من دست خنا دانه کی لاوجي اجتنبونا برا او قصب الانكر. ولكن حصل شيء او حينما بداوا باعمار الكعبه قريش قرروا شيئا قالوا لن نقبل مالا من الربا وكذلك لن نقبل اموال الدعاره والزنا، لن نقبل هذا، لابد ان يكون المال حلالا. وهذا شيء ممتاز جدا، الذي يعمل لله ويريد أن يعمل المسجد فلا بد أن نتبرع بأخلص الأموال بأحل الأموال. أحيانا يذهب إلى الخمارات وهكذا هو مسلم خلي يدفع فلوس من الخمارة للمسجد. الكفار في هذا الأحد قالوا لا نقبل هذا. هذا شيء يحمدون عليه، قالوا لا بد أن يكون المال حلالا، لا مال الزنا ولا مال الربا ولا مال الحرام، فقط بهذا الشكل هم عمروها. تشتكي باشي قريشيا كر ميراني كبر مازن يعني ابياجي بزان بن جارنا ام دبن اسير نفس اخو ام هناك تشتا يقين بكش كافري وقتي جارم خرافتر دبن جارنا قريشي بن اوجه اسلام ناتبو قوتنا مال خدا چيكن لي گره پره متف حلال بها پره حرام گره نکويكي پره بي وقتي حرام چبو پره ربا بو او رنته فايز بو پره بناموسی بو حاشا اوی زنا جنه کو زنات کرن و پره دسان نگو بروانا پره وان نکرنه کی وی وقتی او قصا کو حرمت کعبه گرتن بنی اسلام ناتیه اما کو مال خدای گره پره ان حلال ور آوا کرن پره ربای پره فایزه پره ظلمه پره دزیه و پره زنا گره نکوی کی يعني اسلامتی نات بوجا ولكن ظانبو مال خدای گره تشتی پاک به يعني کو تشتی پاکش گره ور آوا کرن مال حرام ام نخواست ابیاجی ایرو مثلا تماشات کی اینکه مسلمان مجانا چن دبی والله فلان کس وای حبه کی باراویه مرن کی پره جبسن برا جامیرا پره بینه حرا باره والله خوش ننلو هره مسلمان اللي تشتكي حلال ناكي کی پره مش حرام تج عراقه تج تشتي خنزير ته تشكينا ببركي خدي عفو كر والله قريشه بي پره نت كر يعني قريشي دقال كو كافر بونجي ایمان هم خدت نبو هجا اسلامتی جنات بو ولكن قمالا خدي گره پره حلال بیانه پره زنای پره ریبای پره امزام چه اما قبول ناک اما على سب ایرو ام دفردن کی نباش بونه
حينما عمروا الجدار القريش غيروا شيئا في الكعبة والرسول لم يتكلم. وبعد ذلك حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال لولا أني أخاف على حداثة الإيمان أو أن يحصل فتنة لقريش معنى الكلمات لعمرت الكعبة كما كان على عهد سيدنا إبراهيم. القريش ماذا عملوا؟ رفعوا الباب من الأرض، تقريبا الذي ذهب إلى الحج يعلم بأنه حوالي 1.5 متر الباب مرتفع من الأرض. في عهد سيدنا إبراهيم الباب كان مفتوح، الباب بالأرض وهناك بابين، ناس يدخلوا من جهة ويخرج من الطرف الثاني. القريش أخذهم التكبر، قالوا البيت بيتنا فعلينا أن نرفع الجدار ولا نسمح لأحد أن يدخل إلا بإذننا إذا أعطيناه المفتاح والسلم حتى يدخل. هذا غيروها في الكعبة والرسول لم يتكلم، خلاص لا بأس. قريشية تشتكي كر پیغمبرجي كيف خوش نبو ولكن قوات ترسم فتنة شبه باشجي مكة كدست بسلمان جي پیغمبر قو والله اش فتنة ترسم خواست از بقارين اما از في دريج ناخوازن وكم. تو وقتی حضرت ابراهیم دا کعبه دریو هبون دریوجی به عرده بابون وکوان دری ما جامعه بون به عرده با ملت کتی چود هات یعنی گرتی نبو. قريشي بشكي وكل نفسه مازن بوغو مالا خده و دست مده گرم کی هین که وا کنترل تخن دست خو ايونه چه بكن حيره ام متروني دريج عرده بلم بكن ام كليته کی بافن سره اذنا کی امدن اوت كره كعبه كيدم قبول ناكن هز کی هره ويتش دوان كر يعني. مثلا انا مازن دولتا كوتشن دولتا سعوديه ام بجن اذن دده فلان كس درنجه کی داتين بره یک چت که هم دري وكيليتن تنكاري هره يعني. پیغمبر گفت خاصی وصانه بونا ولكن از بی دلیل کار وکم يعني. اما قريشيا بي تشتكر قريشيا الرابو دريج عردي بلنكر گوجبون هر کس كيف اخو نشب اذنا مگار ام اذنا كيفدن او عرب كبيت مالا مالو ام دست مده دفر دا جوان بي تشتهانه كر خوشا پیغمبر جي نشو عليه الصلاه والسلام ولكن بوچو ام بيجن شم كارن تشتكي بيش. حصل ما نتكلم او نحب ان نتكلم حصل امر مهم. العرب كانوا يعلمون بأن حجر الأسود شيء مقدس يقبلونه، فحينما رفعوا الجدار أو أتوا إلى مكان حجر الأسود من يضع هذا شيء خارج عن القسم الموزع يعني هذا الجدار الشرقي لك والغربي لك ولكن حجر الأسود لمن؟ كل قبيلة قال أنا فليكن هذا شرف لي أنا سأضع هذا الحجر والناس يقبلوا حجري وأنت تقول حجري وهذا يقول حجري. حصل فتنة 4 أيام وهم يستعدون للحرب يريد أن يقتلوا بعضهم حتى يصل أو الذي يغلب الجميع يكون هو صاحب القرار ويضع حجر الأسود في المكان. 4 أيام وهم يستعدون للحرب من يعمل هذا من يعمل هذا أنا وأنت وهو والرجل الفلاني أنا أفضل منك وأنت أفضل مني وهو أفضل من فلان يستعدون للحرب. فهناك نرى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم دوارا تشكرن بلنكرن هاتن جي كفري رش حجر الأسود هاتن لوي أو بلان داتنه مثلا تدي بدوار فلان اف دوارته ولكن أبي كفري هاني كي دينه هر بابا كي جو أزدينم چونكي كفري كي بيروزه هر كسته ماشت كي حجر الأسوده أبيا جو أز بيا جو نا چما أز ولا فتنة جشبو باجار گرمه ملت گرمه تشتکی بچوک دا میرادو کشن يعني تشتکی بچوک يعني یه کفره کی داون سر هف دشکین چقاس انسان دکشن دا ایده جبان ایوی کفره آنه چاب کن. قریشیا خوش شر حاضر کرد کتاب هاد بینه 4 روزا عدد کیوان هبو تشتکی آبد آنین خوینت کرنه که و دست خود خسنه که خلاص گره خوینه برجنن يعني ها چینابه يعني گره خوین ورا ریتن 4 روزا دچنو تنه کی بکه کی نکه گرم هف بکشن يعني جمرة اشترى جويرة يعني فتنة كبر مازن شيبو ولكن خدا عز وجل تساجي في فتنة صافكر. ما في الأمر بعد 4 أيام كان هناك طبعا في كل بلد في كل قوم في كل قبيلة هناك أناس عقلاء عمرهم كبير أصحاب العقل والحكمة لا يريدون الفتنة فهؤلاء تدخلوا قالوا يا جماعة تعال حتى نصفي هذا الأمر نعمل شيء. قالوا خلاص الأمر لك ماذا تقول نحن نقبل هذا. لا يحبون القتال ولكن العصبية عصبية أنا ولكن رأوا بأن القتال لا ينفع. الرجل هذا الحكيم قال يا أخي نذهب إلى المسجد
ونجلس أول من يدخل علينا نجعله حكما بيننا. خلاص نحن لا ندري من سيأتي، ولكن الذي دخل نجعله حكم. قال خلاص نعم الرأي هذا الرأي. فبهذا الشكل حاولوا أن يحلوا أو هذا المشكلة. فحينما ذهبوا إلى المسجد وجلسوا رأوا بأن الذي يدخل من هو؟ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إنه الصادق الأمين، إنه محمد الأمين. فكلهم فرحوا مرتين، الأول لأنهم رأوا الحل، الثاني الذي يحل هو محمد الذي يثقون فيه كثيرا. فبهذا الشكل سنرى بأن الرسول كيف حل هذا المشكلة. هر قومك هر ملتك جبري دا إنسان واني بعقل هبون تدي أم كرديد بيجن روسبي جبري دا هر ملتي ده هر قندي ده هر عشيرتك إنسان بعقل هبون كشتني نتقاستن شر نتقاستن دنابا مكي دا جهنك إنسان ساقين بعقل مابون چون هاتن يقول قابسه ما هفتو كشتن قابسه بلكي هم چاره كي بدينن لو رات ترسم كشتنه كي چه بب ده إنسان تين كشتن يعني نه نورماله وكانانه نبي وقتی اما كيرال هفت خستن شورال هفت خستن و تبيش بسمامي هفن لود گندکی دانه ها يعني نه نورماله ملت اقربای هف بکشن پر هف بکشن كانوا بلد دياربكر ما اقربای ني حباش هف كشت لو اقربای هف نواد هدا قادا يعني اقربای هف كبو خازن پر خرابيتين ابي انسان چو هاد گو حيرام تشتكي بكن ام چاب كن ما بنا كجن گو حماتا گو چبر وقت بجر اوسا گوت يكي وان اختيار ابو يقول حيره والله كو ازم ما دام قرارم قبول بكن ام هرن جامي دارون الكعبه دا كي اولي هاد بر او بحاكمنا برمدا گو تمام ما تا گو چبر وقت ما دام باشه فكرك خوشه يعني چون جامعه رو نشتن و تاکو بالغدان یک هات زانن کیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد کره عبدالله هات چه دیدرتن کیف آن هات و انه محمد الامین محمد امین هاته دجاره کیف آن هات کیف های کی جبونه کشار چه نبه آوازه محمد هاتیه چون کی زانو بر انسان کی ظلامه خدی رحمته خدی عاقله حکمه کی تماما يعني في امين بول كيف آن هات حينما رأوا بأن الداخل هو الرسول فرحوا قلنا مرتين أولا من أجل حل المشكلة الثانية لأنه أمين سيحكم بالعدل قالوا يا محمد تعال عندنا مشكلة والله كما تعلم الحجر من سيضع هذا الحجر في مكانه أنت الحكم بيننا قال ائتوني برداء قطعة من القماش أو البطانية كما نسميه أتوا وضع الحجر فيه وقال فليأتي كل قبيلة وليرفع بزاوية منها أتى كل قبيلة ورفع مسك بجهة من جهة البطانية كما نسميه أو السجادة يعني ورفعوها حينما رفعوا وضع الرسول أخذه ووضعه في مكانه الرسول وضعه في مكانه ولكن كلهم قالوا نحن شاركنا في الرفع هذا يقول أنا رفعت هو يقول أنا رفعت هذا يقول أنا رفعت ولكن في الأخير الحل والواضح هو محمد صلى الله عليه وسلم فإذا رزق الله الشرف لرجل هكذا يعطيه أعطاه العقل والحكمة والفهم والاحترام لدى الناس فحكم بينهم وانطفى الفتنة بينهم شواك دي بيخمبر هاد قو محمد كيف هون هاد قو محمد ورا والله برسكريكا كما هي تشي يقول تزاني وكان رجع خازن افوكجن ومجي قرار كده ما قلت كي هات برا او في درد صافي بك واتهاتي تتخازي ام تشاو بكن وقت حاكمتي بيخمبر جي خدا عز وجل عقل وفهم وفراسة دايك زانايه هو حبكي وكم بيجن بطانية يعني قماشكي وصابيجو عفكي آني جلكي آني قماشكي ياش بطانية كي تشمكي قماش تاني كبشكي وقو كفر داين كفرك راشكر الناباي قو هر قبيلة كي برورة بغوشاكي كره هر اكي عشيرتك هاد بغوشاكي قلتن باللنكرن پیغمبر دسته داني باللنكر وكر جيوي اوي داني جيوي خلاص مسألة قضية تذاكي قبيلة كيف كرن قو ما بلنكر هر اكي بلنكر بشتارمو يعني ليه تلك اسكيج عاجز نبو نقو تج ما داني حاكم داني حاكم جي محمد تذاكي كيف هون هاد قولا ما بلنكر وتذاكي جي دفردات دليوان حتبو قو تجمع شيتر نبوي اشتا شيتر نب ما تبا خدمته كر وليت داوي شرف ان مازنجي خدای کر نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی شکل افتنا نجی قدیا افتنا مازن کو ایچه ببونا انسان بلکی 20 حب 30 حب کمتر زیاتر بلکی انا گله خرابی که مازن چه ببونا خدا عز وجل بوی حکمت وی پیغمبر هانه افتنا هانه طفان ابياجي جي حكمته كي حكمته پیغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا ما لابد منه ايها الاخوه في النتيجه
الذي يكون قائدا وقدوة ومسؤولا دينيا في المجتمعات إذا اختاره الله كنبي فالله عز وجل يرزقه خلفية نظيفة، تاريخ نظيف، لا حيلة، لا كذب، لا سرقة، لا فرق بين الناس. فالرسول كان هكذا، لم يكن رسولا في هذا الوقت ولكن الله رباه، فسنواته التي مضاها في القوم جعلها كله ذخيرة لديهم، اعتنقوا أو اعتقدوا بأنه سيحكم بالعدل بدون تردد. نحن نقول عندنا كلمة يقول يسلم الأمر ويغمض العينين، يعني لا داعي إلى تفكر لأنه يثق فيه. فهم كانوا يثقون بأن هذا الرسول أو هذا الرجل الذي اسمه محمد ابن عبد الله الذي عاش بينهم سنوات لم يروا منه يوما كذبا ولا خيانة ولا بأنه حكم في أمر، ولكن أعطى الحق لبعض الناس وأخذ من الأخرى من الناس، أي لم يظلم أحدا في الحكم. حينما يحكم بالعدل، وقد كانوا يذهبون إليه أحيانا في بعض الأمور وهو يحكم بينهم وكلهم مرتاحون لأنهم لا يشعرون بأنه ظلمهم. فكل هذا علامة ويدل على أن هذا الرجل كان له مكانة بين الناس. قبل أن يكون رسولا كان رجلا محترما يحترمونه بجميع الطبقات، الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، كلهم يحترمونه. فهذا كله خلفية للرسول. فكذلك على الذين يكونون قدوة في المجتمع خصوصا باسم الدين أن يحافظوا على ماضيهم، وكذلك عليهم أن يكونوا حكماء وأن يكونوا كذلك من أهل العدل والإنصاف بين الناس، يحكموا بالعدل. قد يكون هذا الحكم لهم وعليهم لا بأس، ولكن المفروض يكون حكما عدلا. إذا يكون هكذا الناس يثقون فيهم ويوكلوا إليهم حل المشاكل. ولكن إذا رأوا بأن هذا الشيخ وهذا الإمام وهذا المسؤول في المجتمع بأنه سيفرق بين الناس، سيعطي الحكم أو الحق لأحد وإنه ليس صاحب الحق ولكنه سيحكم بغير العدل، حينئذ يفقد مكانته. إذا فقد القائد أو القدوة الدينية خصوصا مكانته في المجتمع خلاص يبقى الشعب بلا راعي، فحينئذ فعلينا السلام. يكون هناك مشاكل كثيرة. تشتكي جوارا قالوا جماعته في خنبري ما چما قصبانا كيف خوش بون بي سال كدنا واندا درباس کربو، سال امانت، سال راستی، دروتنه، حیلتنه، فرقی و جدایی ند کنا برای انسانا. 35 سال بو عمری بی نوا بی 35 سال دا گلک جارا پرسکره که وان درده وان چید بون داتن دگو والا برا محمد مرا صافی که قیمت قویل جمان چه بو. وقتی که پیغمبر جی قراره که دا ندگو تو اقربای منیت خریبی والا مشتحس کر مشتحس لکر نا حقی چه به او بو. لو ما أبي إنسان دماغه مسألة كأو قصة مهم كوانا شار وجاق حاضر كن الشارع شواك ويديتن دلي وارحت بقو تمام أم شعب ياخد قرون تسليم بياتكن أبيا بخود درسا كمهم جمع تفارا أو إنسان يكو أم كرديا خد بجنا روسبي چه روسبيد به چه شيخه به چه إمام به چه إنسان كي بر پرسه كي به دنابا ملت دا گره هنه كي آگهدار خوبه هنه جارا زحمتا خوش لذتا خوش دور بكه و بيجا برا از ایرو سروکه که من ناوی ملت هانه از گره حرمت خو بگرم، حرمت خبردان خو حرمت عمر خو قراره که از بدم گره قرارم راست به ولو ابي كزرار كبابن بش ولو از بمشي ولو لایم بجي دما قراره که هاد داینه راست خبردی ایرو تماشات که هنه که امام بن شیخ بن حجی بن ابي بناوی دینم سروان خبردن دما که هنه جاره قراره که بدن قراره وان دا بعدالتی هبه وقت ملت يقين ناكك ملت يقين نكر مالا متبع خراد به چون نابا مبسول منادا ام بخواز نخوازن ابيكو مدبنو تين الاداره مدكن ظلام ما دين ظلام ما عالم من شيخ من انسان زانانه دماك اوجي حكم وان نبر عدالت به وی وقت پرسکری کام چید به ایجا هیوی دارن که ام تبش خدای خوب ترسن بعدالت بن حكمك مكر حكم حكمك راست به خدا عز وجل حياتك باك بك نسيب متابع إن شاء الله. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حياة مملوءا بالصدق والعدل والأمانة والوفاء والإخلاص كما كان رسوله. هكذا نحن أمته فعلينا أن نقتدي به.
رزقنا الله وإياكم حسن الحياة وحسن الممات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.